بس كده نقوم بقى من على اللابتوب ونوقف شغل في اليو اي يو اكس ديزاين عشان الذكاء الاصطناعي وصل. السؤال بقى هو فعلا الاي اي او الذكاء الاصطناعي هياخد مكاننا كديزاينرز وملهاش لازمه بقى اكمل في المجال ده او ابدا فيه اصلا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. فيديو النهاردة هو فيديو سريع كده هنتناقش فيه شوية عن الاي اي واذا كان فعلا هياخد مكاننا كيو اي يو اكس ديزاينرز. فتعالوا اشارك معاكم رأيي. طيب خليني اقول بقى كده في البداية ان احنا شايفين حوالينا كل حاجة بتتطور يوم بعد يوم، ومن ضمنهم الذكاء الاصطناعي، وده اللي مخوف ناس كتير جدا ومخليهم مش عايزين يبدأوا في المجال ده. لكن مش هو ده الحل، لان احنا لو قعدنا نقول كده على كل شغلانه يبقى محدش هيشتغل اصلا. فالذكاء الاصطناعي تطور بشكل كبير، لكن في رايي هو دلوقتي اداه مساعده جدا لينا، ولسه ما وصلش للمرحله اللي تخليه يقوم بكل مراحل الديزاين لوحده. وعشان كده لسه بنلاقي شركات كتير بتنزل وظائف لليو اي يو اكس ديزاينرز، وناس كتير بتطلب فريلانسرز يعملوا لها تصميم لتطبيق او لموقع او لغيره. لو دخلنا بحثنا عن وظائف سواء في لينكد ان او اي موقع تاني بتاع وظائف، هنلاقي فعلا الوظائف دي لسه منتشره ولسه بتطلب بكثره. وده اللي بياكد لنا ان لسه الذكاء الاصطناعي ما خدش مكان اليو اي يو اكس ديزاينرز او الجرافيك ديزاينرز حتى. فانا زي ما قلت لكم هو في رايي دلوقتي اداه كويسه جدا ومساعده جدا لينا. يعني تخيلوها مثلا زي مثلا ديجيتال فريند، او يعني صديق مثلا رقمي، ان هو بيساعدنا في حاجات كتير جدا ممكن تخلينا ننجز وقت. طيب بما انك بقى بتقولي ان هو اداة مساعدة او صديق رقمي، فقولنا بقى رأيك كده في انه ممكن يساعدنا في ايه مثلا. ممكن اولا كده يساعدكم في تحليل عدد كبير من الداتا، ويطلع معاكم كمان افكار مختلفة للديزاينز. وممكن كمان لو بتفكروا تعملوا تصميمات تضيفوها لأعمالكم بس مش عارفين مثلا التصميمات دي عن ايه، ال AI ممكن يديكوا أفكار لتطبيقات أو مواقع تفيد المستخدمين. يعني ممكن تفكروا فيها كأنكم كده بتعملوا brainstorming session مع صديق ليكوا. تعرفوا ان كمان ال AI ممكن يديكوا أفكار للألوان اللي تستخدموها واللاyout على الحاجة بقى الترندي أو اليوزر فريندلي. لكن خليكم فاكرين ان هي دي بس مجرد مساعدة مش الحاجة الأساسية. يعني ما ينفعش مثلا ان هو يقترح علينا ان احنا نستخدم اللون كذا مع اللون كذا فهو ده اللي احنا هنستخدمه. ده مجرد بس اقتراح انتوا ممكن تاخدوا منه فكرة او ممكن تستخدموه لو لقيتوا ان هو تمام وشغال كويس، لكن مش لازم دايما ان هو بيطلع صح. لازم ان انتوا تشوفوا ايه الاحسن وايه الافضل وتعملوا انتوا بنفسكم. فهو زي ما قلنا هو بيساعد، لكن القرار الاول والاخير في ايديكم انتوا، وانتوا اللي بتعملوا القطعه كده النهائيه او الشكل النهائي للشغل اللي انتوا شغالين عليه. تاني حاجه بقى الاي اي ممكن يعملها هو ان انتوا ممكن تسالوه كمان عن مثلا حاجات تضيفوها للتطبيق بتاعكم اللي انتوا شغالين عليه او للموقع بتاعكم ايا يكن التصميم اللي انتوا شغالين عليه. ممكن ان هو يديكوا افكار معينه، او ممكن ان هو كمان يديكوا زي لاyout للشغل اللي انتوا شغالين عليه. فمثلا لو انتوا شغالين على سوشيال ميديا اب، هو ممكن يديكوا اللاyout للسوشيال ميديا اب ده، بس ده مش معناه ان انتوا برضو هتاخدوا اللاyout ده وتشتغلوا بيه، لان ده هيرجع بقى للفكر بتاعكم والفهم بتاعكم لليو اي يو اكس ديزاين. هل مثلا كده اللاyout كده مظبوط؟ طيب هل ممكن ان انا اغير حاجه معينه؟ هو ايه اللي هيخلي الناس تضغط على الزرار ده او تعمل شير للجزء ده؟ فده كله في ايديكم انتوا، مش في ايد الاي اي خالص. هو هيسهل عليكم، هيديكوا خطوات تسهل عليكم، لكن مش هو اللي هيعمل زي ما قلنا الخطوه النهائيه، او مش هو اللي هيظبط الحاجه على الفهم اللي احنا فاهمينه لليو اي يو اكس. خلينا اديكم مثال تاني. لو انتوا بتعملوا تصميم برضو لتطبيق معين او لصفحة ويب معينة، وبعد كده الصفحة دي انتوا عارفين ان انتوا عايزين تضيفوا فيها كذا وكذا وكذا، يعني عارفين كل الكونتنت اللي فيها، لكن مثلا وصلتوا لمرحلة ان انتوا مش عارفين تحطوا الجزء ده فين. بكل سهولة ممكن ان انتوا تخلوا الاي اي يقترح عليكم انتوا ممكن تحطوا الجزء ده فين في الصفحة، وهو فعلا هيبدأ يقترح عليكم ان انتوا ممكن تضيفوا الجزء ده في الحتة دي او الحتة دي وهكذا، وهيديكوا الاسباب ليه تضيفوه هنا او ليه تضيفوه هنا، وممكن يبقى في اول الصفحة ولا اخرها وهكذا. لكن برضو مجرد اقتراحات بس هتسهل عليكم، هتديكوا افكار ان انتوا ممكن تحطوها فوق عشان كذا او تحت عشان كذا وهكذا. فلو انتوا بقى فعلا كنتوا خايفين من الذكاء الاصطناعي وخايفين ان هو ياخد دورنا في الديزاين سواء جرافيك ديزاينرز او يو اي يو اكس ديزاينرز، فطبعا ما تخافوش من حاجه زي كده. هو زي ما قلنا في تطور في الذكاء الاصطناعي، واحنا مش عارفين طبعا بكره ممكن ايه اللي يتطور اكتر، لكن هو لغايه دلوقتي هو اداه مساعده بس لينا. هو مش واخد اي دور كامل، ما يقدرش ان هو يعمل كل خطوات الديزاين اللي احنا بنعملها. فزي ما قلت لكم هو مساعد، بس هيساعدكم ان انتوا تخلصوا في وقت اسرع، تجيبوا معلومات بشكل
بشكل اسرع، يديكوا افكار وهكذا. فما تقلقوش، ولو لسه بادئين في المجال كملوا فيه وطوروا معلوماتكم فيه، ولو انتوا لسه ناويين تبداوا في المجال ده فما تعملوش شيفت للكارير بتاعكم مره واحده، خليكوا عادي في الكارير بتاعكم في الشغل بتاعكم زي ما هو، لكن في نفس الوقت ممكن تتعلموا اليو اي وتاخدوه خطوه بخطوه، وبعد كده بعد ما تتطوروا فيه بشكل كامل ساعتها انتوا تقدروا تقرروا اذا كنتوا هتعتمدوا عليه في الشغل وتسيبوا الشغل التاني بتاعكم بشكل كامل ولا لا. وبس كده. وعادي جدا ممكن كلنا ندعي برضو ان الذكاء الاصطناعي ما ياخدش دورنا في الايام الجايه بشكل كامل. استمروا في تعليمكم واستمروا في شغلكم واستمروا في التصميمات بتاعتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه لو لسه مشتركتوش، وكمان ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، هتلاقوا اللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف. وبس كده، استمروا في التصميم واستمروا في الابداع، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.